مساء الورد، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بقى الطحينه الكدابه من رغيفين عيش شامي. او عندك عيش فينو بايت هتعملي بيه عادي، سهل جدا ان انت تعمليه. هنقطع العيش زي ما انتوا شايفين قطع صغيره خالص. طبعا لو عايزه تزودي الكميه زودي كميه العيش. طبعا يعني وداع لغلاء الاسعار هنعمل الطحينه الكدابه اللي بتتقدم حتى في المطاعم مع المشويات، واللي بتتقدم وبيكون طعمها جميل جدا. بجد بجد يا جماعه طعمها خرافه جدا، جربوها. زي ما قطعت العيش كده هحط بقى نص كوبايه من الميه السخنه، ميه سخنه مغليه. ما تكتروش طبعا، يعني شوفوا لحد ما يغطي العيش، الميه تغطي العيش وبس. يعني ما تكتروش الكميه عشان ما تزيدش منكم كميه الميه. بعد ما خليتها ربع ساعه هالعيش كده باش خالص. هبتدي معلقتين ملح بقى صغيرين وكمون، ومعلقه صغيره من الشطه، ما تكتريش، ودي معلقتين كبار من الطحين الخام، وحاجه بسيطه من الثوم وزيت وخل. طبعا خلي بالكم من الثوم ما تكترهوش. هنزل بقى بالمكونات كلها في الخلاط. المكونات سهله وكلها في البيت، مش هنضطر نشتري حاجه من بره، وتقدري تعمليها في البيت ومش هتفرقيها خالص عن الطحينه اللي بتتعمل بالسمسم. بجد بجد يا جماعه طعمها جميل جدا. انا حطيت لو ما عندكيش طحينه على فكره ممكن ما تحطهاش. انا حطيتها عشان تزود النكهه. هبتدي بقى احط شويه زيت، ولو لقيتيها بقى لو ضربتيها في الخلاط وما اتضربتش كويس حطي لها شويه ميه صغيرين. هبتدي احط خل بقى. هضرب المكونات دي مع بعض السايله مع العيش الباش ده اهو، هضربه في الخلاط. بعد كده هنزل بقى بالمعلقتين ملح صغيرين، معلقه ونص من الكمون، نص معلقه صغيره من الشطه، وحاجه بسيطه من الثوم، ومعلقتين الطحينه. انتوا شايفين شكلها بقى لما اتضربت، يعني قبل ما احط عليها اي بهارات وكده. هبتدي احط بقى شطه. انتي طبعا لو بتحبيها حراقه ممكن تزودي كميه الشطه، عاوزه تقلليها براحتك، دي حريه برضو شخصيه. بس هي دي الكميه اللي هتطلع معاكي المقدار زي بتاع المحلات. حطيت الكمون، انا حبيت اكتر الكمون. طبعا الكمون انتي عارفين الطحينه يعني كمون وخل وكده. هنزل بقى بحاجه بسيطه من الثوم، ما كترتش خالص عشان تدي نكهه بسيطه وما يظهرش طعمه، وتتضايقوا كده من طعم الثوم. هنزل بقى بمعلقتين الطحينه. زي ما قلت لكم لو ما عندكوش ونفسكم تعملوها وتجربوها عادي ممكن ما تحطوش الطحينه. لو ما عندكمش طحينه في البيت ممكن ما تزودوش، تعملوا كل المكونات وبلاها الطحينه، المعلقتين الطحينه دول. زي ما قلت لكم انا حطيتهم عشان ازود نكهه. هبتدي بقى اضرب الكميه كلها في الخلاط. هزود شويه خل صغيرين وهحط شويه زيت. في الاخر هحط الزيت، بس انا حطيت في الاول يعني، بس هحط شويه تاني على الوش في الاخر. هبتدي بقى اضرب بعد ما حطينا بجد طعمها خرافه جدا. لو لقيتوها تقلت معاكم عشان الخل كمان هيتقل معاكم المقدار، زودوا حبه بسيطه خالص من الميه. وكمان على حسب السمك، انتوا لو بتحبوها تقيله هتسيبوها زي ما هي، لو بتحبوها خفيفه شويه هتخففوا شويه بالميه. اهي شايفين بقى القوام تقيل جدا وبجد يا جماعه خرافه، جربوها. واشتركوا بقى في القناه وفرحوني بقى، واشتركوا وفعلوا زر الجرس، متنسوش اللايك والاشتراك. هنبتدي بقى ننزل كل الكميه اللي في الخلاط، مش عايزين نسيب اي حاجه في الخلاط. وزي ما قلت لكم لو عايزين تزودوا الكميه دي اختياري. تحتفظوا بيها عادي في برطمان في التلاجة، مش هيجرى لها اي حاجه. هي بنزل بقى كل المقدار في الخلاط.
نحط بقى على الوش شوية حبة من الشطة، كمون والزيت زي ما بتتقدم في المطاعم. جربوها بجد، انتوا مش هتعرفوا طعمها مش هتفرقوها عن طعم الطحينة اللي بتيجي مع المشويات ولا بتتقدم في اي مطعم. نحط بقى على الوش زي ما شفتوا شطة وكمون، وهحط حبة زيت. بجد يا جماعة جربوها زي ما قلت لكم، ومتنسوش الاشتراك واللايك، وفعلوا زر الجرس بقى يصلكم ان شاء الله كل جديد. واشتركوا في القناة بقى وفرحوني وصلوا على النبي كتير في الكومنت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ان شاء الله هحاول اصور لكم كل يوم فيديو باذن الله. بس انتوا تدعموني واشتركوا عندي في القناة، هتلاقوا ان شاء الله كل الفيديوهات. ولو حابين اي فيديو اكتبوا لي في الكومنتات. يا رب يكون الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله.